لا يرد الباب، ترك الذنب ولا معالجة التوبة. أنا شكي معي بعض الشباب هالكلام، يشكي معي بنات وأولاد، سببه نظرة العين، سببه الرسالة، سببه إرسال صورة يقول عتنته وما تحمل. شوف كيف واحدة تبكي تقول أباكم زوجوني إياه، كنت في المحكمة أراحكم الله من القضاء، أنا دخلت القضاء مدة سنوات لكن أنقذني رب العزة منه. أنا أذكركم ذي الأمثلة لكي تتعظوا. جاءت، لا داعي لذكر الجامعة ولا ذكر الكلية، لا داعي. جاءت امرأتان ووصلا عند مدير العام، ومدير العام حولهم علي. البنت تريد يتزوجها ولد يدرس بياها، وهو الولد لا يليق به، لا يليق بها الزوجة. أهلها اعترضوا، أهلها اعترضوا. وصلت المحكمة، وصلت عندي. ماذا سويت أنا؟ ماذا عملت؟ ايش عملت؟ قلت حال مدير العام وحال بيعتها، أنا هذه البنت أريد أكلمها عن الانفراد. انهمتها، قلت لها كيف أنت يعني تريدي يزوجش هذا الإنسان وأهلش ما راضيين ويقول ما يليق بش؟ من هي ريتي؟ قالت متزاملين في الدراسة. شوف كيف أنت تقصي مع ولد أجنبي وتكلمي معه وتختلي به؟ قالت ما أقدر أصبر عنه أبدا. ضيعت دينها وضيعت تعليمها وضيعت شرف أهلها وشرف بلادها كامل. هي سببه؟ تقول سببها أجلس معها أتكلم معها الأصل كلام، ووصلت هذه الدرجة. شوف كيف الدرجة؟ خلاص ما ملكت نفسها عدد، خلاص ما ملكت نفسها. فأنا أطلب من الجميع والحاضرون يخبروا الغائبين أن العلماء يقولون من جملة قواعد الإسلام، قواعد الفقه، سد الذرايع، سد أبواب الشر في كل شيء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله.